نيابة عنهم، لان هم ما يقدروش يطلعوا اعلاميا، انما معايا من ورا يقولوا المعلومة للأراجوزات، فالأراجوزات يطلعوا يقولوا. يطلع أحمد رجب يبرأ نفسه ويقول إيهاب جلال هدى علياء هم اللي قالوا له كل المعلومات الغلط دي. لو هو راجل وباقي على اولاده، اوعى تبقي عليا، عشان انا ما ببقاش على حد، مش هبقي عليك. ولو مره واحده تبقى كويس او تبقى راجل قدام اولادك. شوف، انا ما يفرقش معايا اكرام اللي قاله، عشان ده عيل ببرشامه، ده باع امه على 1000 جنيه، ولو لقى 100 جنيه هيبيعني برضه. مش ال1000 جنيه بس، جمال الحقير اللي اتكلم عليه وعلى بنته، وهو مفكر في ملايين بقى جايه. 30 مليون هيتقسموا، كل واحد ياخد 5 مليون. بس ايهاب جلال ما كانش هينزلك ب5 مليون، لا انت ولا اكرامي، لا. ده شيخ المنصر، ده شيخ الحراميه، ده شيخ البلطجيه. عمركم ما كنتوا هتنزلوا انتوا الاتنين بال10 مليون من ايد ايهاب جلال. بس هو جابكم منكم فيا، انتوا اللي تبعي. هم يدوكوا الكلام وانتوا تطلعوا اراجوزات، وهو مستخبي ومراته مستخبيه، وتقول لك لسه انا ما طلعتش الا مره واحده. والله والله ده انت خليتي المحامين استندوا على المقطع ده اللي انت والحقيره الزباله علياء، واحده تدي واحده تقول بتصور والتانيه تقول بتسجل. المحامين لقوا ماتيريا يسلموها للقاضي، القاضي والله شافكم ورفضكم، عشان حط صورة بنتي كده وحط صورتكم انتوا الاتنين، واحدة شبه أنبوبة البوتاجاز والتانية شبه التوك توك، ريا وسكينة، والشعب اللي سماكوا مش ماجدة الحشاش، الشعب اللي سماكوا ريا وسكينة، نفس الدقيقة في نفس البث. لقى شيماء حاجة فعرف ان نفسنا ان غيره، فرفقوا كشهاد. ما احترفش بالفلاشه، رماها في كوم الزباله، واحترف بالشهاد الاخار. ايه الشهاد الاخار؟ السمسار اللي جاب لحسين الغرابلي المزرعه، الناس اللي جابوا المزرعه لحسين الغرابلي، صاحب المزرعه اللي جه كتب العقد، المحل اللي اشتروا منه الجواريف والقفف اللي يشيلوا فيها التراب، الاتنين مع بعض. محل على المروتيه، عارفه حسين مش ايمن، حسين اللي عارفه. العمال اللي ادوهم الحاجه ولفوا لهم الحاجه وكتبوا لهم الفواتير، عندهم كاميرات، مش محتاجين. هو محتاج شهاد تانيه؟ هم دول اللي اقرب للقضيه، صح؟ مش كده؟ بس السند على دول فواتير وعقد وصاحب مزرعه وغفره وسماسره. ايه تاني؟ ارضى ذمتك الاتنين بعون الله فيها اعدام ولا ما فيهوش اعدام؟ فيها إعدام، بس بيتقال إن حسين أثناء الواقعة إن هو كانت نفسيته مضطربة ومتوتر، وإن ده يمنع سبق الإصرار والترصد. يقول اللي هم عايزينه، أي محامي يقول، بس من فضلك ما تسميليش اسم محامي عشان ما ادلوش الشرف. يعني ما تقوليش محامي النقد فلان الفلاني، اوعى.
هو عايز اللقطه دي وانا مش هديها له في اي بث، في اي قناه اطلعها مش هديها له ابدا. كان ام الاعلاميه شيماء جمال، مش هنولها لك ابدا يا محامي النقد. شفت انا حطيت عليك ازاي؟ ولا قناه جابتك ولا اسمك هيتكرر. اتفضل. يعني حضرتك بتقول، وبعت الخزنه البيت الكبير. ذكرينا باللي قرأتيه في القضية، انا ذكرينا. خدتها من السكرتير، المحاميه بتاعتي صورتها وصورتها لي من اولها لاخرها، ما تبقاش من صوره لصوره عشان ممكن حاجات ما لقاش كتابيا، لا. 1200 جنيه دفعهم كده، وصورتها من السكرتير شخصيا. حق التصوير، مش اي حاجه تانية، حق التصوير. 600 وكسور ورقه. قلت برضو قضيه شيماء كبيره مع راجل كبير مع قاضي، ممكن صح. اصل بص، انا بشك في صوابع الخمسه، بشك في صوابع الخمسه. انا طول عمري حياتي كده. والله العظيم صورتها اتحطت في الخزنه، مفاتيح الخزنه عند جيراني اللي جنب المحلات بتاعتي، مش في بيتي كمان. والخزنه كلها على بعضها في البيت الكبير، عشان لو في اي ورقه اقدر اطلع للنائب العام شخصيا واسلمه القضيه تاني. شفت ذكاء الحاجه ماجده على حد؟ لا صح. شفت ست بالذكاء ده؟ ما جاتش على اي على اي دماغ محامي ولا اي دماغ اي حد، مش كده؟ لكن انا عارفه انا بعمل ايه وانا صغيره. انا 57 سنه، يعني داخله في 60 سنه. مين دول شويه العيال اللي يعرفوا حتى يقعدوا يتكلموا معايا؟ احكي لنا تفاصيل المقابلة هم فكروا ان انا ست بقى بعبايه يعني وطرحه وعبايه، غلبونا. ما نقطع فيها تستخبى، تقول يما لا المجتمع، يما الناس، لا. مش انا الست اللي بتستخبى، احب اواجه. حتى لو انا غلطانه احب اواجه برضو. اديني نزلت لاحمد رجب